من الهجوم الإسرائيلي اللي تم اليوم على أرض قطر يعني لا نستطيع أن نسميه إلا بإرهاب دولة يمارسه شخص مثل نتنياهو في سياق هذه السياسات الممنهجة ومحاولاته المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي. هي فقط رسالة واضحة للمنطقة ككل، وهذه الرسالة تقول أن هناك لاعب مارق في هذه المنطقة، وهناك عربدة سياسية مستمرة في هذه المنطقة وانتهاك لسيادة الدول. نتنياهو بنفسه صرح بأنه سيعيد تشكيل الشرق الأوسط. هل هذه الرسالة بأنه سيعيد تشكيل الخليج أيضا؟ نعتقد أننا اليوم وصلنا إلى لحظة مفصلية بأن يكون هناك رد من المنطقة بأكمل على مثل هذه التصرفات الهمجية التي لا تعكس شيء إلا تعكس